رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين هارك سعيد، لسه مستمرين مع بعض في فقراتنا، بنستقبل ضيف جديد وفقرة جديدة النهارده في يومنا. وزي ما قلت لكم في المقدمة، معانا النهارده معانا شيف موهوبة جدا جدا. هنتكلم النهارده عن الحلويات، وهي مبدعة الحقيقة، عاملة أشكال حلوة قوي، وبصراحة كمان هتدينا تبس جميلة جدا بخصوص كل أنواع الحلويات، ازاي نطلعها حلوة زي ما بنجيبها كده من المحلات وبناكلها في المطاعم. وكمان عامله اشكال جميله جدا، واعتقد انه في ناس بيبقى عندها الحس الفني ده، ان هي لما تيجي تعمل حاجه حلوه لازم تعمل لها شكل كمان، مش بس يكون طعم حلو. فالشيف اللي معانا النهارده هي شيف موهوبه جدا، وهتعمل لنا او هتقول لنا على الوصفات تحت شعار سهله وبسيطه، وهنعرف منها النهارده الشيف ايناس صالح بقى كل حاجه. ازيك يا شيف ايناس؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ نورتينا النهارده، واحنا عرضنا كده كام حاجه كده سامبلز كده من الحلويات اللي انت عاملاها. تسلم ايدك، شكلها حلوه قوي، شكرا. وعارفه شكلها يفتح النفس جدا، لانه دايما كنت بقول لما باجي اقدم اي حاجه ليها علاقه بالاكل، واشوف انه الاكل ده بجد شكله وطريقه تقديمه حلوه، بنقول العين بتاكل قبل الفم. تمام. ف عايزه اعرف بقى انت ازاي اتشديتي للمطبخ وحبيتي قسم الحلويات تحديدا، وابدعتي فيه بقى بالشكل الموهوب ده. والله الفكره دي انا واخداها من ماما الله يرحمها. ماما ما كانتش تحب تشتري اي حاجه من بره، سواء تورت، اي بسكوتات، كان كل حاجه بتحب تعملها لنا في البيت. فطبعا الصفه دي انا واخداها منها. الله الله، اكيد يا حاجه الله حلوه يرحمها جدا. بقى الله يا. يرحمها، الله يرحمها. طيب، وانتي من هنا بداتي تحبي المطبخ الحلويات بقى، اه قسم الحلويات تحديدا؟ اه بالظبط. من امتى بداتي؟ من امتى انت تدخلي بقى تعملي اول حاجه كده لوحدك خالص، وتعمليها بشكل محترف يعني زي ما بيقولوا؟ والله من سن صغير، بعد ما اتجوزت ابتديت ان انا عايزه اقلد ماما بقى في الحاجات اللي هي تطوري بتعملها. بقى، تطوري من نفسك. اعمل كيكه، اعمل بسكوتات، اي حاجه من اللي كانت ماما الله يرحمها بتعملها حبيت ان انا اجرب. فالحمد لله يعني ما نجحتش طبعا من اول حاجه، بس كانت في بدايه بتقول ان انا هقدر ان انا اقدر اعمل. كويس، انت بتدي امل لناس كتير قوي لما بتخش وتفشل في حاجه بيجي لها احباط، لا وبتبقى مش عايزه طبعا. تكمل، وتقول لا. خلاص بقى اشتري من بره، انا ايه اللي انا بعمله ده، ووحش طلع وحش وكده. طيب، انا عايزه اتكلم بقى عن الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها النهارده. دي حاجات بمناسبه الكريسماس، مم. عاملينها بالالوان المبهجه زي ما طيب، حضرتك دونتس، شايفه. احنا عاملين دونتس. دونتس مم. وسينابون وبسكوتات علشان خاطر الكريسماس. السينابون اولا شكله جميل، يعني شكله حلو قوي قوي قوي، ومحشي كمان من جوه، اه صح، وحاطه فروتس وحاجات جميله قوي قوي. قولي لي طيب، يعني والبوكس اللي هناك ده برضو انت مزيناه؟ انت دي مزيناه؟ ديكورات. اه الحاجات دي بنتي متخصصة فيها، بتحب تبدع في الديكورات. اوكي. يعني هي ليها مجالها في هي الموضوع ده. هي عيله فنيه بقى، يعني اه انتوا بتحبوا كويس قوي. انت فكرتي طيب يا ايناس، الى جانب الموهبه بتاعتك وتعاليمك من والدتك ومتابعتك ليها وهي بتعمل الحاجات دي، انت فكرتي تاخدي كورسز يعني تقوي بيها نفسك اكتر، تعرفي حاجات بقى دراسيا بقى ليها علاقه، ان لو حطيتي بنسبه مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتبقى ليها تمام. علاقه ايوه ايوه بالمقادير والكونتنت صح. نفسه؟ اخدتي كورسات ولا ايه، ولا عملتي ايه؟ كنت بتابع في النت، اخدت كورس اونلاين، وكنت بتابع في النت مع معظم شيفات انا بحب اتفرج عليهم، مم. يعني بثق فعلا في الوصفات بتاعتهم. يعني انت اشتغلتي على نفسك؟ ايوه. اشتغلتي على نفسك بالظبط، كأنك خدتي كورس، قعدتي تتابعي كل المتخصصين بالظبط في مجال كده. الحلويات تحديدا، صح؟ انتي تمام. حلويات امم يعني اكتر اكتر. اكتر من الحادق. طب حاجه كده بيني وبينك، يعني بالنسبه للاكل المصري بتاعنا اه كده، طبيخك لا اخباره ايه؟ لا 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 والله بشهادة الكل الحمد لا، لله. واضح. الحاجة بتطلع حلوة، يعني بيقولوا لي ايه، النفس بتاعك حلو. ايوه بالظبط. لا، اه هو باين على فكره، بيبان، يعني انت بتشوفي الاكله بتحسي كده ان هي اكله نفسها حلو، هتطلع طعمها جميل. طب قولي لي الحاجات الافكار الحلوه اللي انت بتقدميها، انت بتشوفي ايه الجديد اللي نازل والترندي مم. تبداي تنفذي بقى، علشان طبعا انت دلوقتي النهارده بقى عندك بقى كاستمرز بقى اه وعملاء وحاجات كده بيطلبوا منك،
بتشوفي ايه الترندي، ولا بتاخدي من اللي بيطلب منك الحاجه تشوفي هو عايز يعمل ايه بالظبط، ايه اللي في نفسه وعايز يقدم ايه، شكل المناسبه ايه؟ يعني كلميني كده عن لما يكون حد عايز يعمل حاجه وبيطلبك. يعني لو حد طالب حاجه محدده بديله فكره عن ممكن ان انا ابدع له فيها بشكل تاني. لما بيكون مصر على الحاجه بتاعته خلاص بعملها له. عايز يعمل بقى بافكاري انا ان انا اقدم له حاجه كويسه، فبيسيبني انا اعملها له بقى ايه بمزاج زي ما بمزاجك. بقول كده، بتطلع الحاجه طبعا جميله. وفي ناس بتحب حاجه معينه هي بترتاح ليها والطعم، فبعملها لها زي ما هم عايزين. الحاجات دي معموله فريش المفروض، صح؟ هي شكلها باين ان هي فريش. طيب انت بتشوفي اكتر حاجه، تعالي ناخد حاجه مثلا، ناخد الدونتس ولا البسكتس اللي هي بتاعه الكريسماس؟ هو كل الطعم ان شاء الله يعجب حضرتك ان شاء الله اكيد. لا انا هاكل بعد الهوا عشان انت عارفه اكيد اكيد هتيجي بقى حلويات في بقي وكده، ان شاء الله فهيبقى المنظر مش حلو. بس الدونتس في ناس كتير قوي بقى بتزعل جدا ان هي دايما ما بتطلعش معاهم في الاخر حلوه. لو طلعت شكلها حلو ما يطلعش طعمها حلو، لو طلع طعمها حلو ما يطلعش شكلها حلو. فايه تنصحينا بايه في الموضوع بتاع الدونتس ده؟ بصي حضرتك، الدونتس طبعا هو معروف اكتر ان هو بيتقلي. في ناس بتحب تعمله مخبوز. انا كل مره بعمله مقلي لولادي، بيطلع طبعا تحفه. بيطلع احلى ليه بقى؟ عشان مقرمش؟ لا مش مساله مقرمش، هو مش بيبقى شارب زيت خالص. في ناس لو عملته بتختلف معاها، فتلاقيها شاربه زيت، فبترتاح انها تعمله في الفرن اكتر. طب ما دي بقى عايزه دي بقى السر فيها في العجينه، ان هي ما تشربش معاكي زيت. التخمير بتاعها بيكون كويس، ضربك للعجينه بيكون كويس، اديتيها الخدمه بتاعتها كويس قوي. بالشكل ده لما هتحطيها وتخمريها وتيجي تحطيها في الزيت تتقلي في زيت سخن مش هتشرب معاكي زيت. طب الخدمه دي اللي هي ايه؟ ان انا اديها وقتها في العجن وقتها في التخمير والحاجات دي كلها. تمام. وكمان تلتزمي بالمقادير، يعني ما تحطيش حاجه اكتر من حاجه، عشان ما فيش حاجه انا بحب كده. ما تحطيش حاجه اكتر من حاجه. لان ممكن لو انت ضفتي مثلا كميه من البيكنج باودر كتير، الخميره كتير، بتلاقيها ان هي نفشت معاكي بكل حاجه، وفي نفس الوقت هبطت واتكتمت. فبالشكل ده لازم هتشرب زيت معاكي. طبعا طبعا. طب انا عايزه اعرف حاجه، الشتاء بيقولوا عليه التخمير فيه بيكون احسن من فصل الصيف، علشان في الصيف العجينه بتسيح، او معرفش يعني. انا عايزاكي تكلميني في الموضوع ده علشان الناس سالوني في الحكايه ممكن دي. يكون التوبنج اللي فوق الحاجه هو اللي بيسيح في فصل الصيف، اما الشتاء المخبوزات بالذات بتغيب معانا في التخمير. يعني في الصيف لو انت بتديها مده تخمير نص ساعه، في الشتاء ممكن تغيب اكتر، ساعه اكتر من ساعه. تقعد اكتر على حسب مش اقل. لا على حسب كمان المكان اللي انت بتحطي فيه الحاجه تخمريها. يستحسن مكان ايه؟ انت بتقولي الصيف بتقعد فيه اقل، هل ده معناه انه درجه الحراره العاليه بتساعدها تتخمر اسرع؟ طبعا يعني في نص ساعه انا بلاقي الحاجه اللي انا عايزاها تخمر بتخمر، فبتنجزني، بخلص حاجتي بدري. اما في الشتاء بضطر طبعا ان انا استناها قبل ما تخمر في الجو البارد ده، فبتاخد معايا وقت اكتر. تاخد وقت اكتر. فاحنا ممكن برضو، طب ما ينفعش نحطها في مكان دافي شويه؟ ممكن او ندفي الفرن ونحطها فيه؟ بالظبط كده. لو ممكن ولعتي الفرن شويه 10 دقائق وطفيتيه، تقدري ان انت تحطيها، يبقى بيديها التخمير الكويس مع الجو الدافي. بيديها الجو الدافي. بس هل ده لما تطلع من الجو الدافي ده للجو الساقع اللي بره بقى ممكن يأثر ده على التخمير لا، لان بتاعها؟ انت بتشتغلي بقى على طول، وبتديها كمان لسه مساحه تانية للتخمير بعد التشكيل. طبعا. الاشكال، بالنسبه للاشكال يا شيف ايناس، كل سنه بنصحى كده على انواع حاجات هي اللي داخله في كل الحاجات الحلوه. يعني مثلا مره ظهر لنا فتورته، او كل حاجه بقت بالفراوله، كل حاجه بالمانجا، كل حاجه بالريد فيلفت بالمش شوكليت. انت بتمشي مع الحاجات دي وتبداي بقى انا عارفه انت عندك صفحه طبعا على السوشيال ميديا، وما شاء الله عندك متابعين كتير جدا جدا، واكيد هم بيبقوا عايزين الحاجات الترندي دي بيشوفوها، فبيجوا يسالوك بتتعمل ازاي. طبعا. طب لو عاوزنا مثلا يعني قولي لي ايه اكتر الاسئله اللي بتتسالك؟ يعني كان في ترند اللي هي المانجا،
طبعا مانجا كانت داخله في كل كنافه. تورته طبعا. والكيكات كانت فيها عملتها برضو كانت جميله يعني وحازت اعجابهم كتير، وكان فيها ليها طلب، لان طبعا انا عملتها يعني يمكن احسن كمان ما بتتعمل بره في المحلات اللي كانت عامله ترند. الله. طب ايه يعني سر نفسك فيها كان ايه بقى؟ هي السر كلها في القشطه. بعد ما بتعملي الكيكه بتبقى المساحه بتاعتها مش عاليه، بتحط لها اللبن والسكر والقشطه، اهم حاجه بتدوبيها في اللبن، وبعد كده بتسقي بيها الكيكه دي كده في البدايه، وبعد كده التاني تدخليها في التلاجة. الحاجات دي بتبقى عايزه صبر، مش عايزه ان انت تبقي ايه متسرعه فيها عشان تبقى الحاجه كلها واخده الوضع بتاعها. بعد كده بتبتدي ان انت تعملي الكريمه بالكريم شانتيه، وتحطي لها كمان المانجا عشان تطعميها بيها. لو ما عندكيش كريم شانتيه ممكن تجيبي الموس وبطعم المانجا وتحطيها فيه. ايوه الموس بيدي شكل كمان حلو. بيدي طعم كمان جميل، طعمه حلو. وبعد كده بتحطي لها طبقه تاني من الكيكه برده بتشربيها، وبعد كده بترصي بقى الفاكهه اللي انت عاملاها، سواء كانت فراوله او مانجا او اي تومنج انت حباه. ايوه طبعا. فلما بتسقع بقى وتيجي تقطعيها بتحسي بيها ان هي كلها موجوده وشايفه الطبقات بتاعتها. طب قولي لي شيف ايناس، انت اللي بتعملي الصوصات بنفسك في البيت ولا بتشتريها من بره؟ لا مش بحب اشتريها، انا بحب الكراميل الفراوله. الكراميل بعمله برده في البيت، وطريقته سهله جدا، اي ست بيت تقدر تعمله. بكوبايه سكر بتحطها على النار وبتهدي عليها النار لحد ما تلاقي اللون بتاعها بيبتدي ان هو يبقى لون ذهبي. بتكون محضره كوبايه لبن ومعاها معلقه من النشا مدوباها وتحطها فيها. ده لو ما عندهاش كريمه، لو الكريمه الفريش بتستبدلها بكوبايه اللبن ومعلقه النشا. وطبعا بتقلب بقى بخفه وكده علشان السكر لما بيكون واصل لدرجه عاليه من الفوران ممكن يأذي، يعني ساعتها تخلي بالها، يعني تبعد النار قبل ما تبتدي تقلب وتهدى وبعد كده تكمل تاني، فبيصبح عندها الصوص الكراميل موجود معاها. حابه ان هي تتقله علشان تقدر تعمل منه اشكال روزيتات، بتتقل شويه في النشا وتسيبها تغلي شويه لغايه ما تتقل معاها. وبعد كده تركنها وتحط لها الكيس او الاسترتش عشان القشره، وبعد كده تضربها بالمضرب الكهربائي فبتتجمد معاها، تقدر ان هي تعمل منها روزيتات. يا الله حلو قوي. جميل جدا الكلام ده بالتفصيل اهو يا جماعه الممل يعني. انا بديكي الشيف ايناس قالت اخي يعني اسرار. انا حاسه ان انت قلبك ابيض قوي على فكره. بتقولي حاجات مش كل الشيفات دايما بيقولوها بالتفصيل. لا والله انا لما حد بيطلب مني وصفه حتى من صحابي مش شرط ان هو يشتروا مني، بقول لهم لو فشلت فيها تضطر تقولي لا خلاص انا هشتريها، انت قلتي لي كله وانا ما عرفتش. ما في ناس بصي يعني دي حقيقه مش بتاعتهم بقى يعني. انا بحس ان المطبخ ده موهبه. فعلا يعني مش كل حد المطبخ المطبخ يحبك. ماليش دعوه. لا مش الجمله دي انا مش مقتنعه بيها. لا انا حاولت اروح احبه بس هو ما حبنيش، اعمل له ايه طيب؟ لا بجد يعني بحسه موهبه. يعني اكل حلويات اي حاجه، بحس الناس في ناس كده بتخش كده معينه تعمل الاكل معرفش، بتبدع كل مره تعمله بشكل، كل مره تعمله بطعم كل مره يطلع حلو. طب ده سر ايه يعني؟ السر في الحكايه دي ايه؟ انك ممكن لما تعملي حاجه تعملي لها كذا طعم وكذا طعم يطلعوا حلوين. ده بيرجع لايه؟ انا بعمل كده، يعني ممكن اكون بعمل عجينه معينه طبعا عجبت ولادي عجبت اهلي كل حاجه، في بقى ممكن وصفه تانية يعني وانا قاعده تبصي تلاقي طب انا لو كنت حطيت الحاجه دي كانت ممكن تبقى احلى، يبقى انا هجربها المره اللي جايه. لما بضيفها بتبقى الطعم احلى، يعني بتدي الشكل حتى في الديزاين بتاعها بتبقى احلى، لان انت داخله المطبخ بتعملي حاجه بتبصي تلاقي نفسك بتعملي حاجه تانية مختلفه. طبيعي. طب شايف ايناس، هل المواد اللي احنا بنستخدمها او المستلزمات، يعني مستلزمات الحلويات اللي بنستخدمها في عمايل الحلويات، هل مصدرها او مكانها اللي بنشتريه منها بيفرق يعني ولا فعلا عادي؟ فعلا لان السعر بيفرق. يعني انت لو رحتي عند حد بيبيع خامات حلويات والحاجات دي كلها السعر بتاعها قليل، ما تفرحيش بيها لان الحاجات دي بتبقى مخززه عنده.
ما بتبقاش حلوه، لان هم بيخزنوا غلط، فبتبقى الحاجه عندهم بكتره، فبيضطروا ان هم ينزلوا من ثمنها عشان يقدروا يتخلصوا منها. ده يعني ده انا لاحظته في حاجات، لان انا في ناس معينه بروح اخد منها، فابتديت ان انا اغير اروح عند ناس تانية سعرها اكتر. فلاحظت ان الحكايه دي ان هم بيبقى التخزين غلط، لانهم بيجيبوا بكميات. يعني انا ما اروحش اي مكان وخلاص لمجرد ان هو لا. سعره رخيص، لان ده هيبوظ لي بقى الموضوع تمام. كله. تمام. يعني الطعم كله هيطلع حاجه تانية يعني خالص. بتبقى انت عامله العجينه وكل حاجه، مجرد ان انت تحطي التوبنج لو في طعم خزازه بوظ لك الدنيا. صح فعلا يا جماعه، دي كمان معلومه مهمه جدا جدا، ان احنا لازم ننقي المكان، المستلزمات، الحلويات اللي بنجيب منها. ايوه، اللي فيه رجل اكتر، اللي فيه رجل اكتر عليه سحب اكتر، حاجته بتخلص. مفيش بقى حاجه اسمها اتركنت وكده، لا. اما المكان اللي هو الرجل فيه خفيفه ده وسعره بسيط بلاش منه، بالذات في الحلويات. طب قولي لي، يعني ليه اشمعنى الاماكن اللي بنشتري منها الحلويات، اللي هي محلات الحلويات المشهوره او كده، الحلويات اللي فيها بنيجي نلاقيها برضو تاني يوم مثلا موجوده، هي التورته، بس برضو طعمها بيطلع حلو وكويس؟ هل في تريك في الموضوع ده؟ بصي هقول لحضرتك، هم اكتر الحلويات اللي هم بيعملوها الحلوانيه دول مش بيسقوا الجاتو او التورت بالسيرب بتاع الفاكهه، لان ده مش هيبقى له عمر، ده لازم الاكل بتاع اليوم طبعا. اما لو لقيتيها ان هي قعدت معاكي اكتر، تعرفي ان هم عاملين السيرب الطبيعي اللي احنا بنعملوه في بيتنا، اللي هو الميه والسكر وخلاص. اما لو انت ناويه ان انت هتسقي الكيك او التورته بتاعتك بالسيرب بتاع الكمبوت او اي نوع من الفاكهه، يبقى ده لازم يتاكل في اليوم، لان مش هتقعد خلاص. طيب انت قولي لي، شاف ايناس، لما بيكون عندك مناسبات لازم تطلب منك قبلها بكام يوم وبتعملي ايه بقى؟ لازم قبلها على الاقل حتى ب3 4 ايام عشان اجهز نفسي، ابتدي ان انا اجيب الخامات بتاعتي، وابتدي ان انا اشتغل على مهلي عشان الحاجه تطلع مظبوطه. ايوه. مش عايزه سرعه، بالذات في الحلويات دي. طب يعني الحلويات المفروض ان انا انت بتحضري قبلها ب3 4 ايام، بس الحاجه نفسها بتتعمل في نفس اليوم. بس بجيب له الخامات وبشوف نفسي ايه الافكار اللي انا هبتدي احطها، برتب افكاري كويس قوي. تمام عشان نحط برضو يعني نعمل شكل، لو عيد ميلاد، لو خطوبه، لو حنه، لو الكلام ده كله. اكتر اسئله بتتسالك على صفحتك على السوشيال ميديا؟ بتسأل دايما على الدوناتس، السينابون، حاجات سهله وجميله والاطفال الحاجات دي بالذات. دي المعجنات، الكرواسون، الباتيه، الحاجات دي. دي دايما بتسأل عليها ازاي، والبيتزات يعني كتير. بصي الام المصريه لازم بيتزا يا جماعه في البيت، ما ينفعش. اكتر الناس مثلا الشكوى البيتزا احنا عملناها نشفت معانا، عملناها فعلا بنفس الطريقه اللي قلتي عليها بس نشفت. طب انت اتبعتي المقادير بالظبط؟ طب الفرن بتاعك كان ايه؟ كنت عامله درجه 150 160؟ لا انت كده نشفتيها. طب والشوكولاتات اللي بنجيبها ونسيحها ونجيب الكيكه جاهزه كده من السوبر ماركت وبتتعمل، دي بتشوفيها ايه؟ دي للام بقى العمليه اللي عايزه تخلص بسرعه كده، تعمل اي حاجه للاطفال، صح؟ لكن مش فن بقى. لا دي حاجات سهله اي حد يعملها، زي الانجليش كيك وكده، كلها حاجات بسيطه. صحيح. والله شيف ايناس، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، حقيقي نورتينا. انا بشكر حضرتك. جميله 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 فعلا يا جماعه، الحاجه شكلها فريش كده، فريش وجميله وطعمها يامي، تحسوا انا لسه ما دقتش بس شكلها بيقول. ميرسي جدا. شكرا ليكي. انا مبسوطه جدا ان انا كنت مع حضرتك، ولقائك جميل جدا، وانا كمان جدا جدا. تسلمي لي، نورتينا يا شيف ايناس. شيف ايناس صالح كانت منورانا النهارده في استوديو نهارك سعيد، جابت معاها طبعا حلويات الكريسماس. كل سنه وحضراتكم طيبين. اتمنى طبعا الوليمه الجميله دي تكون عجبتكم النهارده. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نستقبل ضيف جديد وفقره جديده في نهارك سعيد. استنونا.